أدعو الآن صاحب السعادة السيد عمر هلال رئيس وفد المغرب. سيدي الرئيس، أود في البداية أن أهنئكم سعادة السفير السيد دينيس فرانسيس على انتخابكم رئيسا للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم التوفيق خلال ولايتكم، كما أشيد بالمجهودات المتميزة لسلفكم السيد كسابا كوروتشي طيلة رئاسته للدورة السابقة. وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية لمبادرات معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين إغاثة And we Majesties, Highnesses and Excellences, Kings وكذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم التوفيق خلال ولايتكم، كما أشيد بالمجهودات المتميزة لسلفكم السيد كسابا كوروتشي طيلة رئاسته للدورة السابقة. وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية لمبادرات معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية الملحة التي تضمنها تقرير خطتنا المشتركة. ويتطلع المغرب في هذا الإطار إلى المشاركة والمساهمة في قمة من أجل المستقبل في 2024. سيد الرئيس، أود أن أعبر عن شكر وامتنان المملكة المغربية لكافة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات والوزراء الذين عبروا عن مشاعر لكم التوفيق خلال ولاية هذه الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية الملحة التي تضمنها تقرير خطتنا المشتركة. ويتطلع المغرب في هذا الإطار إلى المشاركة والمساهمة في قمة من أجل المستقبل في 2024. سيد الرئيس، أود أن أعبر عن شكر وامتنان المملكة المغربية لكافة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات والوزراء الذين عبروا عن مشاعر لمواجهة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية. لقد واجهت المملكة المغربية تبعات هذا الزلزال الذي خلف حوالي 3000 ضحية و5700 جريح، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، بحزم وجدية وتضامن وإرادة تجسيدا لشيم المغاربة. فمنذ اللحظات الأولى التي عقبت الزلزال أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لتعبئة كل أجهزة الدولة من قوات مسلحة ملكية وقطاعات حكومية وسلطات محلية وقوات عمومية وفرق الوقاية المدنية
واتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتسريع عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى وتقديم المساعدة للأسر المتضررة والإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وبناء المناطق المتضررة. وقد مرت المملكة المغربية تحت القيادة الفعلية والإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من مرحلة الإنقاذ والإغاثة العاجلة إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعمير للمناطق المتضررة، إذ أعطى جلالته توجيهاته السامية لتفعيل برنامج مدروس ومندمج وطموح بهدف تقديم جواب قوي ومنسجم وسريع وإرادي لكل تداعيات هذه الكارثة الطبيعية بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب 12 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات، تغطي الصيغة الأولى منه كل المناطق المتأثرة وتستهدف ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة. ويضم هذا البرنامج الذي وضع بعد تشخيص محدد وتقييم مفصل للحاجيات مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية. وسيتم تمويل هذا البرنامج متعدد الأبعاد انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعة الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير آثار الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدوليين. كما أكد صاحب الجلالة على ضرورة انسجام عملية إعادة الإعمار مع تراث المنطقة وخصائصها المعمارية المتفردة واحترام كرامة الساكنة وعاداتها وأعرافها. وموازاة مع هذه الإجراءات انخرطت جميع مكونات المجتمع المغربي داخل الوطن وخارجه في المجهود الوطني لمساعدة الساكنة المتضررة، إذ أبانت على اللحمة الوطنية القوية والتضامن المترسخ في هذا الظرف العصيب. سيدي الرئيس، إن الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار والفيضانات التي ألمت بدولة ليبيا الشقيقة وكذلك ظاهرة تغير المناخ التي ما فتئت تشكل أكبر تحدي تواجهه البشرية في كل بقاع العالم، لا تسائل منظمتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى حول أهمية تعزيز الوقاية وتقوية الصمود وتكثيف التعاون وتكريس هذه الأسس ضمن أولويات المجتمع الدولي. نذكر بهذا المعطى ونحن واعون أن هذه الدورة تنعقد في سياق عالمي حساس سمته تحديات عديدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ ومكافحة الفقر والهجرة والإرهاب وخطاب الكراهية وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية. غير أن وتيرة التقدم العلمي والتقني اليوم قد تشكل مصدر تفاؤل شريطة أن تحفز التحديات الراهنة التعاون والتضامن الدوليين من أجل تعزيز البحث العلمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتشجيع تقاسم ثماره في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية كالأمن الصحي والانتقال الطاقي والأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيات الحديثة ومواجهة الكوارث الطبيعية. كما أن الظرفية الراهنة تستلزم ملائمة السياسات الوطنية مع تعهداتنا الدولية، وذلك من خلال تركيز الجهود على تعزيز صمود المجتمعات وفق مقاربة شاملة ترتكز على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستوجب علينا كذلك تعزيز النظام المتعدد الأطراف سمته التعاون والتضامن ومركزه الأساس منظمة الأمم المتحدة. ذلك المنظور الذي اعتمدته المملكة المغربية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لإطلاق أوراش هيكلية
وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد تهم المجالات الحيوية للتنمية المستدامة والانتقال الطاقي والماء والتغطية الاجتماعية ومواجهة الكوارث الطبيعية في إطار رؤية متكاملة تتماشى وأهداف التنمية المستدامة، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام. وجه جلالته اليوم رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة من خلال مشاورات تشاركية بمساهمة جميع الفاعلين من أجل رفع مقترحات تعديلات لهذه المدونة لجلالته في أجل أقصاه 6 أشهر. سيد الرئيس، تعرب المملكة المغربية عن عميق قلقها من عواقب التمادي في إشاعة خطاب الكراهية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في بث الانقسامات داخل المجتمعات وبين الثقافات والدول واستشراء التطرف العنيف، بل ويمثل عاملا أساسيا من عوامل عدم الاستقرار العالمي، وهو ما أبرزه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة 9 للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي احتضنته مدينة فاس يوم 22-23 نوفمبر 2022، حين قال وأقتبس: لم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا الكم الهائل من المخاطر، ولم يسبق للعيش المشترك أن واجه مثل ما يواجهه اليوم من تهديدات بشكل يومي، ونادرا ما كان الآخر مطار ارتياب وشك مثل ما هو اليوم، بل نادرا ما كان يستخدم كل سبب مفتعل لإثارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها كما هو الشأن اليوم. نهاية الاقتباس. وهنا لا بد من التأكيد مجددا على رفض المملكة المغربية القاطع واستنكارها لأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة، وتنديدها الشديد لتدنيس وإحراق المصحف الشريف والذي يمس مشاعر أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، ويعتبر خرقا لأبسط قواعد حقوق الإنسان، ويتوجب على الدول المعنية اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع هذه الخروقات. وتماشيا مع هذا الموقف، قدمت المملكة المغربية في شهر يوليوز من هذه السنة قرارا يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية تم اعتماده بالإجماع من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين تدنيس الكتب السماوية ويصنف لأول مرة هذه الأعمال ضمن انتهاكات القانون الدولي. كما دعا القرار السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنظيم أول مؤتمر حول خطاب الكراهية في سنة 2025، ووعيا منها بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في التقارب بين الأمم وإشاعة ثقافة السلام والتسامح. قدمت المملكة المغربية ملف ترشيح مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030. وقد أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مدلول هذا الترشيح. هنا اقتبس: هذا الترشيح غير مسبوق الذي يجمع بين قارتين وحضارتين إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم. نهاية الاقتباس. سيد الرئيس، تبقى المملكة المغربية متشبتة بحل سياسي نهائي لنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار والسلم في المنطقة والقارة الإفريقية. وإذ يواصل المغرب دعمه لجهود السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي مستورا
لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين، خاصة الجزائر الطرف الأساسي في هذا النزاع طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، فإنه يجدد التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق، كما تظل مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية هي الحل الوحيد والأوحد ولا بديل له لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس تدعم اليوم أكثر من 100 دولة من كل جهات العالم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء. وفي إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 مليارات دولار، وتم إنجازه بنسبة 81% حتى الآن. تم إطلاق عدة مشاريع للتنمية السوسيو اقتصادية جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم. وقد عاين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي مستورا شخصيا هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر. ويندرج هذا المجهود الكبير في إطار تنزيل توجيهات سامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2022، حين قال وأقتبس: توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. نهاية الاقتباس. كما تجدد المملكة المغربية التعبير عن قلقها البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف بالجزائر، حيث فوضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لحماية لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية. إن هذا الوضع الشاذ يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في انتهاك واضح صارخ لقانون دولي ولنداءات متكررة لمجلس الأمن منذ 2011. إن عدم تسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر فتح الباب على مصراعيه لاختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها، كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والغير الحكومية، وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023. سيد الرئيس، تعرب المملكة المغربية عن تضامنها الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة على إثر العاصفة والفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها بعض مناطق ليبيا وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات. كما تعبر المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ووفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن المغرب يقف دائما بجانب المؤسسات الشرعية الليبية ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في هذا البلد المغاربي طبقا للاتفاقات المبرمة بين مختلف الأطراف الليبية
وفي مقدمتها جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات سنة 2015. وفي هذا الإطار احتضن المغرب سلسلة من الاجتماعات تمخض عنها الاتفاق بين رئيسي مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيين في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات اجتماع بوزنقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية. كما عقد بمدينة بوزنقة من 23 ماي إلى 6 يونيو 2023 اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية 6+6 المكلفة بتحضير القوانين الانتخابية، والتي تمخضت عنه اتفاقيات رئيسية في أفق تنظيم الانتخابات بليبيا. سيد الرئيس، تعتبر المملكة المغربية القضية الفلسطينية أولوية وطنية وإحدى ثوابت سياستها الخارجية، وتدعو إلى تجنب التصعيد والعنف لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يعرقل إحياء عملية السلام. وفي هذا الصدد عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن الأهمية التي توليها المملكة المغربية للقضية الفلسطينية بقوله، وأقتبس: وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. نهاية الاقتباس. كما تجدد المملكة المغربية رفضها لكل الإجراءات الأحادية التي تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف، وتؤكد دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ولكل قراراتها الرامية إلى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا وفي احترام لمبادئ الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة. سيد الرئيس، وختاما أود أن أؤكد أن من مسؤوليتنا جميعا كدول أعضاء توفير شروط لإنجاح مهام منظمة الأمم المتحدة من خلال إمدادها بالموارد اللازمة وتعبئة الإرادة السياسية لإصلاحها وعقلنة آليات عملها لبناء نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنسانية وتضامنا. وقد سبق أن أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي أمام الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا جلالته إلى، وأقتبس: توطيد الثقة في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الضمير الحي للإنسانية والقطب الروحي لنظام عالمي جديد عماده السلم والأمن الشامل والتنمية المشتركة في ظل المساواة والتسامح والديمقراطية والإخاء. نهاية الاقتباس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر رئيس الوفد المغربي على بيانه. لقد استمعنا إلى المتحدث الأخير في النقاش العام. سأقدم بياني الآن كرئيس للجمعية العامة.